السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض الكب كيك الخفيف. عملت منه كمية كبيرة بمقادير بسيطة جدا. أخف يعني بعجينة قطنية جدا جدا، وأطفالك هيحبوه وأحلى بكتير من بتاع بره بتاع الأفران. مش هيكلفك أي حاجة. تقدري تزوقيه بأي حاجة، شوكليت شيبس اللي أنا حاطاه ده أو أي حاجة عندك عيالك بيحبوها. بصوا تسوية جميلة وطري جدا ومن جوه قطني جدا. هوريهولكوا. بصوا ما شاء الله، يعني في منتهى الجمال. تعالوا معايا نبدأ بسم الله كده، واعملوا لايك وتعالوا معايا. اول حاجة هنعملها او اول حاجة احنا متعودين عليها ان كل الادوات بتاعتنا او المكونات بتاعتنا بحرارة المطبخ. تمام، مفيش حاجة عندي ساقعة ومفيش حاجة عندي سخنة يعني. دلوقتي انا زي ما انتوا شايفين كده حطيت 3 بيضات. اوكي، وحطيت كوباية سكر، يعني او كوباية الا يعني حبة صغيرين، يعني ناقصة شوية. انا بحبه مسكر عشان الاطفال يحبوا. وبعد كده انا هحط انا هعمل كمية كبيرة، فهحط له 2 فانيليا لان انا حاطة 3 بيضات. لو تلاحظوا انا عاملة كب كيك قبل كده بس عاملاه ببيضة واحدة لان الكمية كانت صغيرة. دلوقتي انا زودت البيض لان انا هعمل كمية كبيرة. تمام، دلوقتي انا حطيت 2 فانيليا. وهضرب. وعلى فكرة انا مش هعتمد على الفانيليا بس، انا كمان جايبة ريحة برتقان. دلوقتي انا يعني انا لما عملته ما كانش لسه البرتقان طلع زي دلوقتي كده والاستفندي. يعني لو كان في استفندي كنت عملت، كنت يعني عصرت كوباية استفندي او نص كوباية استفندي وحطيتها، كانت هتبقى روعة، كان هيبقى طعمه تحفة. لكن انا ما لقيتش الستان، ما كانش موجود في الوقت ده. الفيديو على ما نزلته كان اتاخر، فعادي تحطي ريحه برتقال. زي ما انتوا شايفين حطيت كوبايه لبن، ما يكونش ولا دافي ولا يكون ساقع، زي ما انا قلت لكم كده، يعني بس فاتر فاتر كده عشان البيض. وزي ما انتوا شايفين برضو حطيت نص كوبايه زيت. تمام، على فكره الحاجات دي كلها مهمة جدا جدا جدا. زي ما انتوا شايفين كده هحط دي، هحط كام بقى على كل بيضة؟ كوباية دقيق كاملة على كل بيضة، كوباية دقيق. انت لو هتعملي بيضة واحدة هتحطي كوباية واحدة، لو هتعملي 3 بيضات هتحطي 3 كوبايات، هتحطي بس طبعا الكوباية كوباية كبيرة، مج كبير. تمام، انا حطيت ريحة البرتقال في الاخر بعد ما انا حطيت الدقيق عشان الريحة تفضل ظاهرة معايا ما تروحش معايا. تمام، بعد ما ضربناهم كويس هنبتدي بقى. انتي طبعا مجهزة ال او سوري، انا نسيت حاجة مهمة جدا جدا. اللي انا حطيته في الاخر ده معلقتين نشا، اللي انا حطيته في الاخر ده معلقتين نشا. وما تنسوش التركية ديت هتفرق جدا 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 في الطعم والعجينة. وزي ما انتوا شايفين انا بجيب الورق ده وبحشيه شوكولاتة، يعني جبت شوكولاتة مقطعاها كده وبحط، يعني حشيته شوكولاتة كان لذيذ جدا وحلو. عايزة تحط امليهم بالطريقة اللي تعجبك. عايزة تحطي زي ما انا حطيت كده في قرطاس، عايزة تحطي كده بمعلقة او كبشة، عندك اللي يعجبك املي بيه. اهم حاجة ان انتي تخلي نص الورقة بس فيها عجين وتسيبي فراغ. يعني شايفين انا سايبه فراغ ازاي؟ لان هي بتعلى، فالفراغ ده هيتملي. لكن انتي لو حطيتي العجينة كلها مليانة، لما تيجي يستوي هيدلق منك على الصينية نفسها. دي حاجة. الحاجة التانية ان انتي هتظبطي النار بتاعتك من تحت بس في الاول لحد ما الحروف تحمر على 160. وخلي بالكم يا جماعة ده في الفرن شوية، وخلي بالكم لان ده ما بياخدش وقت خالص، يعني بالكتير قوي من 10 دقايق او 11 دقيقة ل 15. وبعد كده تولعوا من فوق زي ما انتوا شايفين كده. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. جميل جميل جميل، والتسوية كانت روعة وطعمه كان تحفة جدا. يا ريت تجربوا الفيديو ده وجربوا الطريقة ديت وان شاء الله تعجبكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك، ولو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا اشتراك. وباي باي.